الكشكول الأخضر، قواعد وقوانين أمل في التربية. أنا أمل ندى، أخصائية تربية خاصة، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. لو ما شفتيش القواعد اللي فاتت انت فاتك كتير جدا. خلصي هنا وروحي شوفيهم بسرعه. سادس قاعده في الكشكول الاخضر: اعرفي خصائص العمريه لطفل قبل ما تقول عليه مسميات غريبه. احنا متفقين في الفيديوهات اللي فاتت ان كل الاطفال بتمر بخصائص عمريه مختلفه، يعني كل طفل في عمره بيبقى ليه خصائص معينه وليه ظواهر بتحصل احنا ساعات بسبب اللي احنا مش عارفينها بنشخصه وبنقول عليه مسميات غريبه، يعني فرط حركه، عنيد، عدواني، وكل الحاجات دي سمات من سمات المرحله. فعشان ما تحكميش على ابنك وتقولي مسميات وصفات مش موجوده فيه من اصلا، لازم تعرفي الاول سمات المرحله بتاعته ايه. يعني انت عارفه ان طفلك لسه هيجي بالسلامه، لازم تقراي على المرحله اللي جايه على طول قبلها طبعا عشان تكوني مستعده، وكذلك بابا يقرا عن المرحله اللي هتيجي للطفل. يعني اول سنه مش زي تاني سنه، مش زي تالت سنه، مش زي المراهقه مثلا. فكل عمر ليه الخصائص والسمات العمريه لازم انتوا تعرفوها. دي سادس قاعده. سابع قاعدة ايه؟ اوعي قبل العصبية بالعصبية. يعني الاطفال في عمر سنة وسنة ونص بيبداوا يزعقوا ويشخطوا ويضربوا ويعضوا عشان مش عارفين يعبروا، فانتي مش فاهمه والقاعده السادسه ما عملتهاش، فهتقابلي ده هو هيزعق انت هتزعقي، هو هيضرب فانت تضربي، مع ان هي دي لغه تعبير. تخيلي انتي مش عارفه تتكلمي ولا عارفه تعبري عن احتياجاتك، هتعمل ايه؟ هتعملي زيه، هتزعقي وتضربي. فما تقابليش العصبيه بعصبيه